هعمل معاكم النهارده صينيه جلاش مختلفه وخطيره وحصري، وما شفتش حد عملها قبل كده. ده اختراع بجد، حاجه كده من الاخر. انا في الجلاش ما بهزرش. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما ابدا، انا مروه. لو اول مره تشوفيني وتتابعيني، ما تنسيش تشتركي في الصفحه والقناه، ولو الفيديو عجبك لايك وشير ليه، وكومنت لطيف منك اتعرف عليكي واعرف من اي بلد انتي بتتابعيني. بصوا، صينيه الجلاش دي مختلفه جدا يا جماعه، حاجه كده تجنن، خطيره. عمركم ما دقتوها قبل كده، لازم تجربوها بجد بطريقتي. الموضوع سهل وبسيط جدا، وابتدى معايا ان انا كنت تعبانه مش عارفه اعمل ايه. الضغط بقى والحوارات بتاعه الضغط دي مظبطاني الفتره دي، فحاجه زي الفل. المهم، ما علينا. هندهن صينيه بالشكل ده بالسمن، تمام كده. هندهنها كويس جدا. وهجيب لفه جلاش، عارفين لفه الجلاش اللي على طول كده في الفريزر، مفتفته كده وما بتعرفيش تستخدميها، بقطعها شرايح وبفرفطها كده بايدي بالشكل ده. عايزاها تكون شرايح زي ما انتوا شايفين كده. دي لفه واحده بس من الجلاش. نعمل بقى البشاميل بتاعنا، وده الاختراع يا كوتش بقى، حاجه كده من الاخر بجد. 3 معالق من السمنه البلدي او الزبده، انا عملتها بالزبده، وعليهم 3 معالق من الدقيق، وهحمصهم بالشكل ده على النار. وبعد كده هنزل ب3 كوبايات من الحليب. ده البشاميل المتعارف عليه، بس انا ما ضفتش عليه بيض المره دي. بس تقدري تضيفي طبعا، مفيش اي مشكله. تمام كده، بننزل بالحليب وهو بارد عليه، وهنستمر في التقليب لحد ما ياخد القوام اللي احنا عايزينه. القوام الكريمي، ما يكونش تقيل قوي وما يكونش مكلكع، وفي نفس الوقت ما يكونش خفيف. رشه بقى من جوز الطيب، وعليهم رشه صغيره من الفلفل الاسود، وزيهم من الملح، وبس كده. بكده معانا الجلاش يجنن، او بمعنى اصح البشاميل بتاع الجلاش يجنن، خطير بجد. كريمي زي ما انتوا شايفين. اي حشوه بقى متوفره عندك. كان عندي قطعتين بانيه كده، بصوا حالتهم صعبه في الفريزر، طلعتهم وقليتهم. وكان عندي كمان سوسيس، سلقته وقطعته كده شرايح. واي بقى حاجه متوفره عندك اللي انتوا عايزينه. تمام، دي مش هتقولك لا. لحمه مفرومه اوكي، بسطرمه وجبن اوكي، مشكل جبن، اللي انت عايزاها تحطيه. اي بواقي حاجه موجوده عندك تقدري تحطيها. حطيت نص طبقه الجلاش بتاعتي بالشكل ده، بطريقه عشوائيه كده، عملت منها طبقه. وعليهم كمان 3 4 معالق محترمين من البشاميل. البشاميل يا جماعه يجنن. نزلت بقى بالحشوات بتاعتي المتوفره عندي. انا حطيت سوسيس زي ما قلت لكم، وحطيت كمان قطعتين البانيه. تمام كده، وابتدي احط بقى اي اضافات. حطيت شويه زيتون شرايح، وده طبعا اختياري. وحطيت كمان شويه من الفلفل الالوان. تمام كده. وشويه من الجبن الموتزاريلا، بس مش كتير قوي. تقدري تضيفي اي نوع جبن في المرحله دي. حطيت كمان الطبقه الاخيره للجلاش بتاعي. وننزل بقى بباقي البشاميل. بس قبل ما احط البشاميل بتاعي، ضفت كمان كوبايه من الحليب البارد. تمام، بيسقيها وبيخلي كده الصينيه بتاعتي جوسي جدا وطريه وكلها طراوه. نزلت بقى بالبشاميل بالشكل ده، وعليه اي نوع جبن متوفر عندك. الوصفه دي ميزتها ان انت بتلمي باقي التلاجة كلها من الاخر كده يعني. انا كان عندي موتزاريلا، فحطيت من الوش موتزاريلا. على درجه حراره 200 بتدخل الفرن، بتاخد تلت ساعه. لو احتاجت الشوايه بتشغليها، انا ما احتاجتش معايا. خطيره يا جماعه، تجنن. الريحه بصوا ما اوصفلكوش. بجد الجلاش مع البشاميل حاجة جديدة وميكس كده جديد، ما اعتقدش ان حد عمله قبل كده. بس بجد انصحكم تجربوه. سهلة وبسيطة وممتعة جدا في الاكل، وبصوا اخر طعامة واخر مزاج. القطعة كفاية، انا بالنسبة لي اكلت القطعة دي وشبعتني، وكانت وجبة كاملة على فكرة. مش معاها اي حاجة خالص، هي متكاملة. شايفين عاملة ازاي؟ تجنن. جوسي في نفسها جدا كده، وبتلظ وتبظ كده من كل ناحية. حاجة كده بجد من الاخر، جربوها. وانا متأكدة انها ان شاء الله هتعجبكم. وادعوا لي بقى اخف بسرعه، علشان الحق اعمل لكم شويه فيديوهات حلوين كده، للناس اللي بتطلب مني وبتقول لي انتي بقالك كتير ما بتنزليش حاجه جديده. بجد اعذروني غصب عني، والله انا فعلا تعبانه الفتره دي قوي. منتظره دعواتكم، ما تنسونيش في الدعاء. شايفين شكلها وطعمتها يا جماعه حلوه ازاي؟ من احلى الحاجات اللي فعلا ممكن تجربوها. منتظر رايكم ان شاء الله في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.